قال توم سانتفيت مدرب منتخب مالي قبل مواجهة الأسود يوم الجمعة المقبل عن احترامه الكبير للمنتخب المغربي، مع التأكيد على أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل قوة أسود الأطلس والطموحات التي يدخل بها المنتخبان غمار المنافسة. وقال مدرب منتخب مالي في تصريحاته الإعلامية: المغرب يعد منتخبا جيدا جدا، رأينا كيف دافعوا بشكل ممتاز أمام جزر القمر، لكن هذا ليس أسلوب لعبنا. وأضاف: نعرف أننا بحاجة إلى النقاط ضد المغرب، وعندما نحصل على نقطة نحتاج دائما للفوز في المباراة الأخيرة، وأنا متأكد أننا سنحقق ذلك. ويلاقي المنتخب المغربي نظيره المالي اليوم الجمعة 26 من دجنبر انطلاقا من الساعة 9 ليلا على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في مواجهة تندرج ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أفريقيا 2025. كما قال بالمعلم لاعب الرجاء سابقا أن الركراكي محدود هجوميا وممتاز دفاعيا، وأضاف قائلا أن حكيمي يبهرنا مع المدربين الكبار، وعندما يأتي للمنتخب المغربي لا أعلم ماذا يحصل له مع وليد الركراكي.